دول كام حاجة من الحاجات اللي ما بنعرفش قيمتهم غير وقت الصعوبات. أصحابك المزيفين هيصدقوا أي حاجة وأي كلام يسمعوه عنك من غير حتى ما يسألوك، لكن أصحابك الحقيقيين مهما سمعوا مش هيصدقوا غيرك أنت. ما تشاركش حاجات كتير عن حياتك مع غيرك. اتعلم تحتفظ بحياتك لنفسك. الخصوصية دي قوة مخفية مش هتعرف قيمتها غير لما تحب تختفي. اتعلم تقول مش عارف في الحاجات اللي انت مش فاهم فيها، لانك في كل مرة بتقول مش عارف بتسمح لنفسك انك تتعلم من غيرك، وكمان بتتعلم ببلاش. اتعلم تشوف ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة حواليك، وقت ما تتعلم ده وتوصل خليه سر لنفسك. هتعرف قيمة الكلام ده بعدين. مهما سمعت من الناس مفيش حد هيقدر يشرح لك النقطة دي. الإنسان القوي اللي بجد ما بيحبش حد يشوفه في موضع شفقة، ما بيحبش حتى يشوف نفسه في موضع ضعف. مش عايش على الشكوى ولعب دور الضحية، بيواجه المصاعب والحياة نفسها ككل كأنه جيش لوحده، ده لأنه عارف ومتأكد إنه مش لوحده. سلام.